الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وهذا الفيديو تلقاكم كامل بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا وصفتنا نهار اليوم مطلوع. هذا المطلوع مقادير جد بسيطه البنات، وين دار ليه يعني مشيت معكم كامل اليد، وفوق هادشي يجي خفيف ريشه. اقعدوا برك معايا من الاول للاخر، شوفوا طريقه التحضير والمقادير كيف. اولا هنا نسحق باطه هكا كيما راكم تشوفوا تاع مالغارين، كيما راكم تشوفوا تاع 250 غرام، يعني نكيل بها. هنا عندي سميد رطب، هنا سميد رطب كيما راكم تشوفوا هنا البنات، يعني الخط الاخراني تاع الباطه نكيل به كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا نسحق 2 كيلات تاع دقيق رطب. قلت لكم الباطه درت بها تاع المارغرين تاع 250 غرام. هذه الكيله الثانيه. فوالا هنا بس كيما راكم تشوفوا هاي ليك. هنا قلت لكم الدقيق رطب ماشي دقيق مويا، يعني عندي هنا 2 كيلات تاع الدقيق رطب. دوك نزيد نضيف عليها مغرفه كبيره تاع سكر، ونزيد نضيف عليها مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ونخلطهم كامل هكا كيما راكم تشوفوا. يعني كيما راكم تشوفوا هنا معايا العمليه سهله، يعني من المبتدئات يقدروا يديروها. بنفس يعني البطه تاع المارغرين كيما قلت لكم تاع 250 غرام، يعني نزيد نضيف عليها 2 كيلات تاع الماء. الماء يكون دافي شويه يعني ماشي بارد، ونخلط كلش هكا بالميكسر. هذه ببغا ميكسور فوالا، نمكسي كلش هكا بهالطريقه هذه. نعاود لكم البنات، هنا درت يعني 2 كيلات تاع دقيق رطب تاع باطه تاع 250 غرام، وزدت لها مغرفه كبيره تاع السكر، ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز، وزدت لها 2 كيلات تاع الماء يكون دافي شويه، يعني ماشي يكون سخون يكون دافي. ونمكسي هكذا كلش، يعني نمكسيه بيان البنات كيما راكم تشوفوا. حاولي 3 مينوت هكا يعني 3 دقائق. ومن بعد هنايا نخليه يطلع لي البنات حوالي هكاك 10 مينوت هكذاك. دوك حساب الكوزينه تاعكم اذا كانت سخونه ولا بارده. نغطيها كامل هكا بكيس بلاستيكي. وهنا نحي عليها، هنا كتخمرت لي حوالي 10 دقائق، يعني كما قلت لكم دوك حساب الكوزينه تاعكم ان كانت سخونه ولا بارده. ومن بعد هنا نضيف لها 2 مغارف كبار تاع الزيت. فوالا هنا كيما شفتوا معايا بعد ما ضفت لها انايا 2 مغارف كبار تاع الزيت، دوك نهبط لها الخميره ديالها كيما راكم تشوفوا هنايا بهالطريقه هذه. ومن بعد هنايا انا نضيف لها يعني الفارينه بالباطه، يعني اللي شفتوها معايا تاع 250 غرام، هذه الباطه الاولانيه. وزيد نضيف لها شويه تاع الملح، وزيد نضيف لها حوالي نص مغرفه تاع خميره كيميائيه. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. دوك هنا البنات انايا ندير الفارينه حتى نتحصل على عجينه يعني تكون طريه نوعا ما. دوك هنا كيما شفتوا معايا درت الباطه الاولى، يعني ندخلها كامل كيما راكم تشوفوا. كنت ضفت لها ثاني شويه تاع الملح، يعني حوالي مغرفه صغيره تاع الملح، يعني يبقى اختياري. وزدت ضفت لها نص مغرفه تاع خميره كيميائيه. كنكمل بالباطه الثانيه تاع الفارينه، يعني كما قلت لكم انا مع الاول، يعني الفارينه نضيف غير بشويه حتى نتحصل على القوام اللي حبيتو، اللي هو لازم تكون العجينه الطريه نوعا ما. وهنا كنت ضفت لها السانوش، تقدروا ما نتوما تضيفوا لها يعني حبه حلاوه، يبقى اختياري كل واحد كيفاش يحب يدير. هنايا البنات دوك انا نكمل نضيف الباطه الثانيه كما راكم تشوفوا حتى نقول لكم يعني شحال دات لي من الفارينه. انا كانت دات لي هنايا الفارينه 2 بيض، يعني دوكا حساب كان الفارينه اللي تشرب وكان فارينه اللي لا تقدر دير لكم مام باطا وشويه كل واحد وكيفاه. دوكا نحاول نعجنها هكاك حوالي برك دقيقه ماشي حاجه كيما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد هنا نقسمها على 3، يعني هاد المقادير هادوما يخرجوا لي 3 تاع مطلوعات. دوك هنا من جهه اخرى انا كنت حطيت دقيق رطب، نحاول نسقمها هكذا كيما راكم تشوفوا، ونحطها على دقيق رطب كيما راكم تشوفوا هنايا، ونقلبها على الجهتين. يعني هنا دات لي 3 مطلوعات.
يعني نخليها تخمر لي تاني حوالي 10 دقائق كما قلت لكم، كل وحده والكوزينه تاعها. هنا كودتها في بابي كويسون البنات، يعني تعمدت بابي كويسون باش يجيكم يعني العمليه سهله بالنسبه للمبتدئات. وانا هنايا راني كما كتشوفوا راني يعني نخبز فيهم. انا واش ندير؟ نعتمد على الطريقه تاعي البنات. انا يعني بعد ما قرصتهم كما شفتوا معايا، يعني نخليهم يريحوا لي حوالي 5 دقائق باش نولي لهم نروح نغسل المعناتي ولا كش ما نروح ندير، ومن بعد نعاود نولي لهم باش كي نخبزهم يجوني ساهلين. دو كيما راكم تشوفوا نكمل كامل المطلوع تاعي، وكيما شفتوا معايا انا خرجوا لي هنا 3. فوالا، يعني بعد كيما قلت لكم انا كدرتهم في دقيق رطب كيما شفتوا معايا. دوكا نخبزهم بهذه الطريقه هكذا، نحاول نديرهم على شكل دائره. فوالا هنا خياتي كيما شفتوا معايا، يعني البطاطا مارغريتا 250 غرام انا خدات معايا 3 مطلوعات، يعني بالضبط 3 مطلوعات يعني يكونوا متوسطين. فوالا انا بغيتو واش ندير، نكمل نفس الطريقه، يعني نحل كامل المطلوعات تاعي بهذه الطريقه هذه. وهنا من جهه اخرى كنت سخنت الطاجين تاعي، شوفوا هنايا يعني حتى بابي كيسون كي تشد روحها، يعني نحي البابي كيسون ديالي. انا كنت عمد درتو يعني المبتدئات باش تجيكم يعني العمليه سهله. شوفوا هنا كيفاش طلعت لي البنات ما شاء الله. دوك واش ندير، نطيبها من تحت وزيد نقلبها ونطيبها من الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيب لي المطلوع ديالي. فوالا هنا خياتي كيما راكم تشوفوا بعد ما طابت لي المطلوع ديالي، دوك واش ندير وهي سخونه هكا نحكم شويه مارغرين يعني نديرها كامل من الفوق، ونفس الطريقه تاني نقلبها نديرها. شوفوا هنا البنات خرج لي المطلوع البنات ما شاء الله الله يبارك، خرج لي بزاف هايل وخفيف البنات صدقوني جا بزاف هايل. حتى المقادير تاعها يعني كيما شفتوا معايا مقادير بسيطه. ديروا 2 كيلات تاع دقيق يعني وتلموها بالفارينه. انا درت لي 2 كيلات تاع دقيق ب2 كيلات تاع فارينه، يعني كل واحد يعني الفارينه تاعو كان يتشرب وكان اللي لا لا. ان شاء الله يعني تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم واللي هي المطلوع. ونقول لكم على الاخير البنات ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه اللي ما راهيش مشتركه ليصلكم كل جديد. شاركوا الوصفه مع احباباتكم مع اصدقائكم، ونقول لكم نخليكم على خير ان شاء الله. في الامان، اتهلا في روحتكم، الى اللقاء.